كان العراق عمل دكتوراه، قال لك اي شاب عاوز يروح يجاهد في العراق يجي يقدم وحبسونا ساعتها، قدمنا استمارات الامن الدوله 7 شهور حبسنا ولمونا واحد 7 شهور حبسنا وزند ابن الزانية احمد زندي يا 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 ابن الزانية. والله العظيم اي شرموط واي شرموط زعلانه على المتقين يا حراميه زعلانين امها ايه خلعوكي من مكانك ولا ايه؟ زعلانه ولا ايه؟ ايه يا راجل مساك؟ ايه في ايه؟ في واحد كده في الصوت دي واحده ست اصلا تلم نفسها يا عم. انا ناقصاها الله كام كل عام. ما تحترم نفسك يا راجل. ايه في ايه؟ خلي بس عايز تعمل مشكله يا عم انت عايز تعمل مشكله ما تجيش بعيد عننا بقى يا عم. يا ساتر اسكت. شوفوا بقى انتوا بس ما ينفعش تيجي تتخانق. ارجع خلاص. اتفضل. هنسجن ولا ايه؟ هو ده الدين. اتفضل. يا جماعه يلا يا استاذ المعارضه هناك. مش المعارضه دي معديه يجي يتخانق معاه. لا هي شتمت لا هي شتمتهم ممكن بره ممكن يا استاذ بره ممكن يا باشا بره ممكن يا استاذ بره لو سمحت ممكن بقى عايزكم بره يا فندم لو سمحت. طب ما طلع كله خلاص هو هيطلع كله خلاص هنطلع كله بقى. ماشي بعد اذنك احنا هنساعدك لما تشوفك هتطلع كله ولا يا باشا. ماشي اهم حاجه جايبين ناس زي الورد بتدافع عن شويه حراميه جايبين ناس زي الورد بتدافع عن شويه حراميه. احنا ما بندافعش عن حاجه بندافع عن المكان ده. المكان ده ده طلع عالي بس لا عرس جوه ولا عرس بره بس. طلع الستات دي بقى من هنا مش هنقف في وش ناس ثانيه يا جدعان. قلت لك يا جدعان لو سمحت لو سمحت يا فنديه احنا رجاله برضه يلا رجاله طلع كله